السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. وصفة أخرى غادي تكون سهلة في المتناول. غادي نحضر معكم تورتة باردة بالطبقات بطعم الكراميل والشوكولاتة، تورتة مذاق ومنظر، تنفع للضيافة وأيضا تنفع في الأيام العادية. تحضروها لضيافكم بكل ثقة وكونوا متأكدين غادي يطلبوا الوصفة. ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. المكونات سهلة وبسيطة. غادي نحتاجو 2 بيضات بحرارة المطبخ، 6 المعالق كبار ديال السكر، 6 المعالق كبار ديال الدقيق الأبيض، 6 المعالق كبار ديال زيت نباتية، 6 المعالق كبار ديال الحليب، معلقة كبيرة عمرة ديال الكاكاو نوعية جيدة، كيس من الخميرة الكيماوية وزن 7 أو 8 غرام حسب الموجود والمتوفر. ندوزو الآن للطريقة ديال التحضير. في إناء للخلط كنوضع البيض وكنضيف السكر بالتدريج، وأنا كنخلط فقط بالخلاط اليدوي. ممكن كذلك تستعنوا بالطراب الكهربائي أو بكأس الخلاط. كنخدم السكر جيدا حتى كيذوب تماما. دابا غادي نزيد الزيت وانا كنخلط، كنضيفها بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتى كتخلط مع السكر والبيض. والآن غادي نضيف الحليب مع الاستمرار دائما في الخلط. هكا كنكون انتهيت من إضافة جميع السوائل. باش غادي ندوز نضيف النواشف اللي هما الدقيق والخميرة والكاكاو. خديت هاد الغربال أو هاد المصفاة، كنوضع فيها الدقيق والخميرة والبودرة ديال الكاكاو، كنخلطهم جميع هاد النواشف وكنبدا كنضيفهم شويه بشويه للخليط وانا كنخلط حتى كنتحصل على القوام المرغوب فيه للعجين. القوام ديال العجين كيجينا بهذا الشكل. في حالة إلا بانت لكم العجينة ديالكم مازال جارية، ممكن تضيفوا ليها معلقة كبيرة ديال الدقيق، لأنه كل نوع كيختلف عن الآخر. ممكن تضيفوا ديك المعلقة وممكن لا. هذه كتبقى فقط نصيحة. خديت صينية اللي كتدخل الفران، فرشتها بورق الطهي ودهنتها من الجوانب. كنصب فيها الخليط وغادي ندخلها للفران اللي مسخن من قبل على 180 درجة، فران اللي مشعول فقط من الأسفل. كل واحد كيعرف قياس فرانو. غادي نخليها طيب ومن بعد غادي نرجع باش نشوفوا المرحلة الثانية. الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كنخليها تبرد، ومن بعد كنزولها من الصينيه ديال الفران وكنوضعها في اطار اللي كيتحل باش هكا غادي نوجد الكريمه. وقبل كنسقيها بالقهوه سريعه الذوبان. طبعا القهوه كتكون بارده. ندوزو الان المقادير الطبقه الثانيه اللي غادي نحتاجو فيها: نصف لتر ديال الحليب البارد، 3 المعالق كبار ديال السكر او حسب الذوق، 2 أكياس من مستحضر الفلون بنكهة الكراميل، 2 علب من الجبن الطري، 16 حبة ديال البسكويت. كناخد كاسرونة كنوضع فيها السكر، ثم كنضيف الفلون وكنضيف الحليب. كنوضع الكاسرونة ديالي فوق النار حتى كيوصل الحليب لدرجة الغليان. طبعا الطريقة ديال الفلون معروفة. في كاس الخلاط كنوضع القطع ديال البسكويت،
كيما كتشوفوا معايا. ثم كنضيف العلب ديال الجبن الطري، واخيرا غادي نضيف الفلون. نخلط الكل جيدا. كيكون الخليط ديالي واجد كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نصبو فوق الطبقه ديال الكيك. كنخليها تبرد ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه باش تبرد مزيان وتتماسك، وندوزو باش نحضروا الطبقه الثالثه اللي غادي نحتاجو فيها للمقادير وللمكونات التاليه. عندي 100 غرام ديال الشوكولاته، طبعا نوعيه جيده، ذوبتها وكنضيف عليها علبه ديال دانيت بطعم الشوكولاته ونخلط جيدا. التورته ديالي بردات وتماسكات. كنوضع فوق منها طبقه ديال الشوكولاته وكنسوي السطح ديالها كيف ما غتشوفوا معايا. بحكم الطبقه ديال الفلون بارده، بمجرد ما وضعت عليها طبقه ديال الشكلاط بردات مزيان وتماسكات. الان كنوضع الشكلاط اللي ذوبتها وسرحتها فوق ورق الطهي بشكل طبقه رقيقه بحال طريقه ديال الفويتين. هرست ديك الشكلاط وكنزين بها من فوق. طبعا التزيين كيبقى اختياري، لكم حريه الاختيار. من بعد كنزين بالحبات ديال الكرز كيف ما كتشوفوا معايا. وهذا الشكل النهائي ديال التورته البارده. غادي نقطعها معكم باش تشوفوا معايا الشكل ديالها من الداخل. وصفه فعلا تستحق التجربه بمكونات بسيطه وغير مكلفه. نتمنى تنال اعجابكم، خصوصا للعشاق الطعم ديال الشوكولاته والمذاق ديال الكراميل. شوفوا معايا الشكل ديالها من الداخل. وصفة سهلة، جربوها وشاركوني تجاربكم من خلال الحساب ديالي على الانستغرام او على حساب تيك توك او على حساب فيسبوك. ما نطولش عليكم، هكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهاية. استودعكم الله الى وصفات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.